اخر ما كاين اليوم غادي نردوا على بنت نجاة عتابو اللي خرجت في لا فيديو اللي غادي تشوفوه في اخر لا فيديو. المهم خرجت بالتصريح تقول لك بان هاجمتوا اللجنه. حنا ما هاجمناش اللجنه، حنا ما هاجمناش ستاتي ولا الدوديه، حنا هضرنا قلنا الراي ديالنا على الام ديالك اللي قمعت داك السيد. باينه، راه باينه العمى، فهمتيني؟ حنا ما هضرناش، ما شاركناش اللجنه كلها، بس ديك الهضره اللي قالتها لذاك السيد ما لا محل لها من الاعراب. وراه اكثر من 99% من المغاربه معانا في هذه الهضره هذه. اوكي، يعني جل المغاربه معانا في هذه الهضره هذه. ثاني حاجه، هذا السيد هذا اللي قمعته نجاة عتابو خص يبوس لها يديها ورجليها. عرفت شو علاه؟ قال لك عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. بقوه هذه القمعه هذه ولا السيد مشهور، ولا مشهور في المغرب وخارج المغرب. لهذا ما وقع والو، دابا سالات الهضره، دابا صافي، هي المره الجايه ما تعاودهاش وصافي. والشعب المغربي راه قلبو زويون وتحياتي لكم. حنا راه ما قلناش شي حاجه ما كايناش، ضروري الواحد تيهضر بعض المرات تيشوف شي حاجه خصو يهضر عليها، وهذه ما تاخذوهاش بحساسيه. وكتبقى نجاة عتابو فنانه مغربيه ديالنا منين قبل ما نتولدوا، وهي تبارك الله فنانه، يعني منين تخلقنا عرفنا بانها فنانه. وتحياتي لك. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت غير ندير واحد التوضيح على برنامج النجم الشعبي. بزاف منكم اللي هاجموا لجنه التحكيم على انهم ظلموا ايوب رحال، على انهم غيرين منه، حاسدينه، ما باغينوش ينجح، خوك في الحرف عدوك. هادشي كله ما كاينش، هادشي كله ما كاينش. علاش غيحسدوا هاد اللجنه؟ علاش غادي يحسدوه ولا غادي يحطموه ولا غادي علاش؟ واش هما يلاه بادين غير خصهم جمهور ولا خصهم شهره ولا خصهم يخدموا؟ هادشي كله راه دايرينه، يعني ناجحين، سنين هما في الميدان، خدامين على راسهم. كل واحد راه عنده عالم ديالو. بالعكس الدري حتى واحد ما خسرش على ان صوته زوين. بالعكس الملاحظه اللي عطات ماما واللي كنشوف واحد الانتقادات بزاف دوات على انه ما دارش اعتبار اللجنه، ما قالتليش ما خصكش تثق في راسك، بالعكس ثق في راسك، ولكن الثقه اللي زايده على اللزوم راه ما مزياناش، او الغرور راه ما مزيانش. هو دخل كيغني بحال كيغني في شي عرس او مهرجان. اخر ما كاين اليوم غادي نردوا على بنت نجاة عتابو اللي خرجت في لا فيديو اللي غادي تشوفوه في اخر لا فيديو. المهم خرجت بالتصريح تقول لك بان هاجمتوا اللجنه. حنا ما هاجمناش اللجنه، حنا ما هاجمناش ستاتي ولا الدوديه، حنا هضرنا قلنا الراي ديالنا على الام ديالك اللي قمعت داك السيد. باينه، راه باينه العمى، فهمتيني؟ حنا ما هضرناش، ما شاركناش اللجنه كلها، بس ديك الهضره اللي قالتها لذاك السيد ما لا محل لها من الاعراب. وراه اكثر من 99% من المغاربه معانا في هذه الهضره هذه. اوكي، يعني جل المغاربه معانا في هذه الهضره هذه. ثاني حاجه، هذا السيد هذا اللي قمعته نجاة عتابو خص يبوس لها يديها ورجليها. عرفت شو علاه؟ قال لك عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. بقوه هذه القمعه هذه ولا السيد مشهور، ولا مشهور في المغرب وخارج المغرب. لهذا ما وقع والو، دابا سالات الهضره، دابا صافي، هي المره الجايه ما تعاودهاش وصافي. والشعب المغربي راه قلبو زويون وتحياتي لكم. حنا راه ما قلناش شي حاجه ما كايناش، ضروري الواحد تيهضر بعض المرات تيشوف شي حاجه خصو يهضر عليها، وهذه ما تاخذوهاش بحساسيه. وكتبقى نجاة عتابو فنانه مغربيه ديالنا منين قبل ما نتولدوا، وهي تبارك الله فنانه، يعني منين تخلقنا عرفنا بانها فنانه. وتحياتي لك. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت غير ندير واحد التوضيح على برنامج النجم الشعبي. بزاف منكم اللي هاجموا لجنه التحكيم على انهم ظلموا ايوب رحال، على انهم غيرين منه، حاسدينه، ما باغينوش ينجح، خوك في الحرف عدوك. هادشي كله ما كاينش، هادشي كله ما كاينش. علاش غيحسدوا هاد اللجنه؟ علاش غادي يحسدوه ولا غادي يحطموه ولا غادي علاش؟ واش هما يلاه بادين غير خصهم جمهور ولا خصهم شهره ولا خصهم يخدموا؟ هادشي كله راه دايرينه، يعني ناجحين، سنين هما في الميدان، خدامين على راسهم. كل واحد راه عنده عالم ديالو. بالعكس الدري حتى واحد ما خسرش على ان صوته زوين. بالعكس الملاحظه اللي عطات ماما واللي كنشوف واحد الانتقادات بزاف دوات على انه ما دارش اعتبار اللجنه، ما قالتليش ما خصكش تثق في راسك، بالعكس ثق في راسك، ولكن الثقه اللي زايده على اللزوم راه ما مزياناش، او الغرور راه ما مزيانش. هو دخل كيغني بحال كيغني في شي عرس او مهرجان.